القصة بتبدأ في مصر وتحديدا في محافظة أسوان مع راجل اسمه إبراهيم كان سائق العربية ومعاه مراته سمية وأولادهم وهم راجعين للبيت. في الوقت ده كان شريط الكاسيت شغال وكلهم كانوا بيغنوا مع الأغنية ومبسوطين ما عدا سمية اللي طفت الكاسيت وقالت كفاية دوشة أنا عندي صداع. ولما وصلوا البيت لقوا الطائر بتاعهم ميت وكان خارج منه سائل اسود غريب. سمية بصت لابراهيم بنظرة كلها خوف وبيكون واضح ان في سر خطير هم مخبيينه. ابراهيم بسرعة طلب من الاولاد يدخلوا اوضتهم. بعدها الزوجين نزلوا للقبو ودخلوا اوضة سرية كانت موجودة فيها هرم اسود صغير طوله حوالي متر ونص. وجوه الهرم كان في ممر غامض بيوصل لتابوت موجود بداخله موميا فرعونية. وفجأة اكتشفوا ان الموميا بدأت تتحرك وهجمت على ابراهيم بعنف وأنهت حياته قدام عيون مراته. بعد كده الأحداث بتتنقل لمذيع أخبار أمريكي اسمه تشارلي كان عايش في محافظة القاهرة مع مراته وطفليه. تشارلي راح يطمن على مراته الحامل ليسا واللي قالت له إنها نفسها تولد في أمريكا. وأثناء كلامهم سمعوا أولادهم بيتخانقوا فراحوا يشوفوا في إيه. ابنهم سيبستيان قال لهم إن أخته كاتي زعلانة منه لأنه رمى عروستها من البلكونة. ولما حاول تشارلي يصلح بينهم اضطر يشتري لها عروسه جديده واداها لها وقال لها ما تزعليش انا جبت لك عروسه جديده. لكن كاتي ردت عليه وقالت انت دايما بتعامل سيبستيان احسن مني والدليل انك ما عاقبتهوش عن اللي عمله. وبعدها خرجت كاتي تلعب لوحدها في الجنينه وفجأة قربت منها ست من ورا السور وبدأت تكلمها وقالت لها أهلا يا كاتي. وساعتها نكتشف إن الست دي هي سمية وإن كاتي كانت تعرفها قبل كده. سمية مدت إيديها وادت لها حاجة وقالت لها كل دي أنا جبتها مخصوص علشانك. وأول ما كاتي مسكت التفاحة بدأت سمية تردد تعويذة سحرية غريبة وفجأة خرجت خنفسة فرعونية سودة من جوه التفاحة وبدأت تتحرك ببطء لحد ما دخلت جوه بق كاتي. وفي لحظات وقعت كاتي على الأرض وهي بتتخنق وبتحاول تاخد نفسها. في الوقت ده كانت شارلي بيتكلم في التليفون ولما فتح دولاب كاتي لقى كمية كبيرة جدا من أكياس الشوكولاتة مخبيها جواه. استغرب جدا لأنه عمره ما اشترى لها كل الشوكولاتات دي فراح سأل ابنه سيبستيان واللي قال له إن في ست بتيجي كل يوم تتكلم مع كاتي وتديها الشوكولاتة دي وبعدين بتمشي. اتخض تشارلي وخرج بسرعة يدور على كاتي في الجنينة لكن للأسف ما لقاهاش. وفجأة لاحظ إن السلك اللي موجود في السور مقطوع. خرج يجري بره البيت علشان يدور على بنته وشاف سمية وهي شايلة كاتي وبتجري وتهرب بيها لكن بسبب العاصفة الشديدة اختفت سمية من قدامه ما قدرش يوصل ليها. بيروح تشارلي ومراته ليسا بسرعة لاسم الشرطة علشان يبلغوا عن اختطاف بنتهم ويحكي للظابطة داليا كل اللي حصل ويشرح لها ان الست اللي اخذت كاتي كانت مخططة لكل حاجة من زمان لانها كانت بتجيب لها الشوكولاتة كل يوم. فبتحاول الظابطة داليا تطمنهم وبتقول لهم انها هتدور في كل مكان وهتتصل بيها اول ما تعرف اي معلومة عنها. وبعد مرور 8 سنين كاتي لسه مفقودة ومحدش عارف عنها أي حاجة. تشارلي رجع تاني لأمريكا وبدأ حياة جديدة وشغل جديد لكنه بقى شخص حزين طول الوقت ومش قادر ينسى بنته اللي اتخطفت منه. وفي نفس الوقت كانت ليسا قاعدة في البيت بتحاول تتخطى الصدمة الكبيرة اللي عاشتها وبتيجي بنتها تقعد معاها وساعتها نكتشف إن الطفلة دي كانت ليسا حامل فيها من 8 سنين. وفي الناحية التانية في مصر وتحديدا في محافظة أسوان كان ولد بيصلح عجلته وفجأة لمح طيارة وهي بتقع وسط الغابة فيجري الولد ناحية مكان الحادث وبيلاقي الطيار ميت يخاف جدا ويحاول يهرب لكنه بيقع على الأرض وهناك يكتشف حاجة مرعبة قدامه. تابوت أسود ضخم كان موجود قدامه مباشرة. يقرر الولد بسرعة إنه يبلغ الشرطة بكل اللي شافه وبيتم نقل التابوت لمركز أبحاث وهناك عالمين يقوموا بفتحه ويلاقوا ورقة محطوطة فوق الموميا ومليانة رموز غريبة ومش مفهومة. وفجأة تبدأ الموميا تتحرك وتخرج خنفساء فرعونية من بقها وهي بتطلع صوت مرعب وعالي جدا. وهنا تظهر المفاجأة الكبيرة الموميا دي هي في الحقيقة كاتي البنت اللي اختفت من 8 سنين. وفي الوقت ده كانت شارلي وعيلته بيجهزوا للخروج وبيوصل لهم اتصال من السفارة الأمريكية في مصر وبيبلغوهم إن الشرطة المصرية أخيرا لقت بنتهم كاتي. يتصدم تشارلي ومراته جدا ويسافروا بسرعة على مصر وهناك يعرفوا إن بنتهم موجودة في المستشفى فيروحوا يطمنوا عليها والدكتور يكلمهم ويحذرهم ويقول لهم إن بنتكم حالتها النفسية صعبة بسبب الصدمات الكبيرة اللي مرت بيها وممكن تلاحظوا إن تصرفاتها غريبة ومخيفة شوية فلازم تصبروا عليها وتقفوا جنبها. وبعد ما بيخلص كلامه بيدخلوا يشوفوها لكن كاتي بتفضل ساكتة تماما ومش بتتفاعل مع أي حاجة حواليها فيحاولوا يطمنوها ويقولوا لها إحنا بنحبك قوي ومش هنسيبك أبدا يا كاتي. وبعد وقت قصير بتوصل الضابطة داليا علشان تتكلم معاهم وتوريهم صور التابوت الأسود اللي كانت بنتهم محبوسة جواه وتأكد لهم إنها بتدور بكل طاقتها على الشخص المسؤول عن اللي حصل وإنها هتتواصل معاهم أول ما تلاقيه. ويقرر تشارلي وليسا ياخدوا بنتهم كاتي معاهم لأمريكا علشان تعيش وسط عائلتها من جديد.
ولما بيوصلوا البيت بياخدوها لأوضتها، وطبيعي إخواتها يخافوا من شكلها وتصرفاتها الغريبة، لكنهم بيحاولوا يخفوا خوفهم قدامها. تحاول أختها تتكلم معاها وتقول لها أنا مبسوطة أوي إني شفتك تاني يا كاتي، وأثناء كلامهم بتفضل كاتي بص على جدتها كارمن، وفجأة تتوتر جدا وتدخل في حالة خوف لما تشوفها وهي بتصلي علشانها، وفجأة تنتفض كاتي من مكانها وتهجم على جدتها وتبدأ تتصرف بطريقة غريبة ومخيفة كأن قوة شريرة مسيطرة عليها. بتقف العيلة كلها تتفرج في رعب ومش قادرين يعملوا أي حاجة لحد ما تضطر والدتها ليزا إنها تحقنها بمهدئ علشان تهدى وتدخل في النوم. وفي الليل بيقعد تشارلي يبص على صورة التابوت الأسود اللي كانت بنته محبوسة جواه، ولسه مش قادر يفهم ليه الست اللي خطفتها حطتها في حاجة مرعبة بالشكل ده. ويبدأ تشارلي يحس إن في حاجة مش طبيعية ومخيفة ورا كل اللي حصل، وفجأة بيسمع صوت غريب جدا بيتردد في كل أرجاء البيت، فيجري بسرعة ناحية أوضة كاتي، لكن بيتفاجئ إن السرير فاضي ومفيش أي أثر ليها. فبيصحي مراته بسرعة وبيبدأوا يدوروا في كل أنحاء البيت، وبعدها بيلاقوا ابنهم سيبستيان صاحي وبيقول لهم ان الصوت الغريب جاي من فتحة التهوية. فيفتحوا الفتحة بسرعة ويتصدموا لما يلاقوا كاتي قاعدة جواها وهي بتاكل حشرات. يمسكوها فورا ويحاولوا يخلوها تطلع اللي اكلته من بقها خوفا عليها من المرض او تتصاب باي عدوى. وفي اللحظة دي بيكونوا فقدوا السيطرة تماما ومش قادرين يستوعبوا التصرفات الغريبة والمرعبة اللي بنتهم بتعملها. وفي صباح اليوم اللي بعده يركب سيبستيان واخته العربيه مع والدهم تشارلي علشان يوصلوا من المدرسه، لكن فجاه بيتفاجئوا بقطيع ضخم من الذئاب واقف في طريقهم. تفضل الذئاب باصه عليهم بطريقه مرعبه ومقلقه قبل ما تتحرك وتكمل طريقها. يستغرب تشارلي جدا لان الذئاب عمرها ما ظهرت في المنطقه دي قبل كده، وبيكمل طريقه. واثناء الرحله بيبدا سيبستيان يتكلم عن تصرفات اخته الغريبه ويسال والده ليه كاتب تتصرف كده. بيطمنه تشارلي ويقول له ان الدكتور شرح له ان ده مجرد تاثير الصدمه عليها وانها اكيد هتتحسن مع الوقت. ولما يرجع تشارلي للبيت يركب قفل على باب فتحة التهوية علشان يمنع كاتي إنها تدخل تاني. وأثناء ما هو بيعمل كده بيلاحظ بالصدفة آثار دم تحت السجادة. يقف مكانه مصدوم وهو بيسأل نفسه دم مين ده، ويروح يتكلم مع مراته ليسا وبيقول لها إنهم لازم يدخلوا بنتهم كاتي للمستشفى للأمراض العقلية والنفسية علشان تاخد العلاج المناسب على إيد المختصين. لكن ليسا بترفض بشدة وتصرخ فيه وتقول له مستحيل اسمح ان بنتي تتاخد مني تاني، انا ما شفتهاش لمده 8 سنين. وبعدها بيلاقي تشارلي اوراق مكتوب عليها رموز غريبه ومش مفهومه ويفتكر انها كتابات هيروغليفيه، فبيقرر ياخدها لعالم مختص في علم المصريات. واول ما العالم بيشوف الكتابه مستحيل دي تكون لغه مصريه قديمه، دي اول مره في حياتي اشوف لغه بالشكل ده. يترجى تشارلي انه يحاول يعرف نوع الكتابه دي ويترجمها علشان يفهم ايه اللي بيحصل لبنته. فبيوعده العالم انه هيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يكتشف سر اللغه الغامضه دي. ويرجع تشارلي بسرعة للبيت علشان يطمن على كاتي، لكنه بيلاقيها بتحرك أسنانها بشكل متكرر وكأنها بتحاول توصل له رسالة. وفجأة بيفهم إنها بتحاول تكلمه باستخدام شفرة موريس، وهي طريقة كان علمها ليها وهي صغيرة. واللي ما يعرفش شفرة موريس هي نظام تواصل بيعتمد على إشارات ونبضات علشان يرسل رسائل مشفرة. وبيبدأ تشارلي يكتب الإشارات اللي كاتب تعملها لحد ما ينجح في فك الشفرة، والكلمة تظهر بعد فك الشفرة وتكون اسم إيلا. ويكتشف ان إيلا دي في الحقيقه هي بنت سميه الست اللي خطفت كاتي. بيتصل تشارلي بالضابطه داليا فورا ويحكي لها كل التفاصيل، فتقول له داليا بما ان كاتي هي اللي قالت لك الاسم ده يبقى اكيد تعرف مين هي إيلا، وحاول تدور في حاجتك القديمه يمكن تلاقي اي دليل يساعدنا. يفتكر تشارلي ان كاتي كانت بتحب تكتب جوابات كتير، فيجري بسرعه للقبو علشان يطلع كل دفاترها ورسائلها القديمه ويدور على اي حاجه تخص إيلا. وفي نفس الوقت بتخرج اختها من الحمام وبتسمع صوت مرعب جاي من اوضه اختها كاتي وتقرب من الباب وهي خايفه، وفجاه تتصدم لما بتشوف لسان طويل بيخرج من تحت الباب وبيحاول يلمس رجليها. تهرب بسرعه ناحيه اوضتها من شده الرعب، لكن فجاه قوه مش شايفاها ترفعها في الهواء وتعلقها هناك وهي مش قادره تتحرك من الخوف ومش فاهمه ايه اللي بيحصل ليها. في نفس الوقت كانت كاتي واقفه تتفرج على اللي بيحصل وهي بتردد تعويذه سحريه، وساعتها نكتشف ان كاتي هي اللي بتعمل كل ده في اختها بنفسها. وفي الناحيه التانيه بيلاقي تشارلي رساله كانت كاتي كاتباها لإيلا، فيقرر يبعتها للظابطه داليا واللي بتقرر تتتبع عنوان إيلا وتروح هناك علشان تستجوبها. وفي نفس الوقت يزور تشارلي عالم الاثار مره تانيه علشان يعرف ايه اللي اكتشف عن الاوراق المكتوبه باللغه الغريبه. فيقول له العالم ان اكتشف ان اللغه دي هي اللغه المصريه القديمه لكن الهرطقاطيه، اما الكلام المكتوب على الاوراق فهو بيتكلم عن طقس شيطاني اسمه ربط الشيطان. الطقس ده كان بيستخدمه جماعه قديمه علشان تستدعي شيطان وتجبره يسيطر على شخص عنده عيله، وبعد ما بيدخل الشيطان جوه الشخص ده يبدأ يتحكم فيه ويستخدمه للسيطرة على باقي أفراد العيلة. والأخطر إن السيطرة دي بتنتقل من جيل لجيل. وفي اللحظة دي بتوصل الضابطة داليا البيت إيلا، لكنها بتلاقي المكان فاضي تماما وبتدخل البيت وبتدور فيه لحد ما بتكتشف أوضة سرية جواها الهرم الأسود. وأثناء بحثها بتسمع صوت جاي من بره فتخرج علشان تعرف مصدره،
لكن فجأة بتتعرض لهجوم من سمية وتهجم عليها سمية بسكينة وبتحاول تقتلها، لكن داليا بتتصرف بسرعة وتطلق عليها النار. وفي اللحظة دي بتدخل بنتها إيلا وتشوف كل اللي حصل، وبتتصدم لما بتلاقي الضابطة داليا واقفة جنب جثة أمها، فبتهرب إيلا بسرعة وبتحاول تهرب، لكن داليا بتجري وراها وتلحقها، وهناك تلاقيها بتحفر في الأرض بجنون وبتخرج إيلا صندوق غريب ومخيف من تحت التراب، ولما بتفتحه بتلاقي شريط فيديو مكتوب عليه اسم كاتي. تقرر داليا تقبض على إيلا وبتحاول تعرف الحقيقة اللي موجودة جوه الشريط. وفي بيت تشارلي كانت جدة كاتي قاعدة بتصلي وبتطلب من ربنا إنه يشفي كاتي ويرجعها لطبيعتها القديمة، لكن فجأة بتهجم عليها كاتي وبتقول لها ابعدي عني مالكيش فيها جدتي، وبعدها تدفعها بقوة من الشباك، فتقع الجدة مباشرة فوق عربية تشارلي. بيتصدم تشارلي وولاده جدا لما بيشوفوا جثتها قدامهم، لكن أخت كاتي واقفة هناك وبتضحك بطريقة هستيرية، وساعتها بيتضح ان كاتي نجحت فعلا في السيطرة على اختها بعد ما ألفت عليها التعويذة السحرية قبل كده. لكن الموضوع ما وقفش عند كده، وفجأة بيظهر نفس قطيع الذئاب اللي شافه تشارلي قبل كده وبيبداوا ينهشوا في جثة الجدة. وفي اسم الشرطة تقوم الضابطة داليا بتشغل شريط الفيديو اللي مكتوب عليه اسم كاتي، وفي التسجيل تظهر سمية وهي بتحكي عن كل اللي عملته في كاتي بعد ما خطفتها، وبتروح داليا تستجوب إيلا، لكنها تتصدم جدا لما تكتشف ان لسانها مقطوع، وبصعوبة شديدة بتحاول إيلا تتكلم وتكشف ان امها سمية هي اللي قطعت لسانها لانها كانت عايزة تفضح الحقيقة. وتحذر داليا وتقول لها ان اكبر غلطة عملتها الشرطة هي انهم طلعوا كاتي من التابوت الاسود، وتوضح ان اخواتها كانوا بيحاولوا يحذروها من نقل التابوت وطلبوا منهم يسيبوه مكانه، لكن السلطات اصرت تنقله المكان بعيد لانهم كانوا فاكرين انه لعنة خطيرة. وفي النهاية كاتي قضت عليهم كلهم، وبعدها نكتشف ان اخوات إيلا هم الاشخاص اللي كانوا موجودين في الطيارة اللي وقعت في الغابة. وبعد ما تتعب إيلا جدا من محاولة الكلام تطلب من داليا قلم وورقة علشان تكتب لها باقي الحقيقة. وفي نفس الوقت في بيت تشارلي تتعمل جنازة الجدة، وتكون ليسا منهارة تماما بسبب موتها. وبعد فترة يسمع سيباستيان صوت غريب ومرعب جاي من أوضة كاتي ويقرب ناحية الباب بحذر، وفجأة كاتي تكلمه من جوه وتقول له أرجوك افتح الباب أنا بس عايزة أتكلم معاك. يحس سيباستيان إن في حاجة خطيرة بتحصل ويرفض يفتح الباب، ويرجع أوضته ويلبس السماعات ويشغل الموسيقى بصوت عالي جدا علشان يمنع صوتها يوصل له، لكن يتصدم لما يكتشف إن صوتها بقى أعلى بكتير من صوت الموسيقى، وواضح إنه الشخص الوحيد اللي قادر يسمع صوتها المرعب جوه دماغه. وبعد وقت قصير توصل الضابطة داليا لبيت تشارلي علشان تعرض عليه وعلى مراته ليسا شريط الفيديو، ولما يشغلوه بيشوف سمية وهي بتشرح ان الشيطان كان مسيطر على الموميا اللي كانت موجودة في بيتهم، لكن لان جسم الموميا كان قرب يتحلل بالكامل كان الشيطان محتاج ينتقل لجسد جديد، وكان بيدور على شخص صغير في السن علشان يكون الجسد الجديد اللي يستقر فيه. وبعدها يعرض الفيديو سمية وهي بتقرب من كاتي وتبدأ تردد تعويذة سحرية عشان تنقل الشيطان من داخل الموميا لجسدها. وبيفضل تشارلي وليسا في حالة انهيار تام بعد ما عرفوا الحقيقة واكتشفوا اللي حصل لبنتهم. وفي الوقت الحالي تكون كاتي سيطرت بالكامل على أخوها سيباستيان وبتقول له أنا محتاجة مساعدتك علشان تنفذ الطقس لأن الشيطان اللي جوايا لازم يتنقل لمضيف جديد دلوقتي. وفي نفس اللحظة بيروح ليسا وداليا ناحية أوضة كاتي علشان يفتحوا الباب ويعرفوا هي بتعمل إيه، خصوصا بعد ما اكتشفوا إنها تحت سيطرة الشيطان. وفجأة بيواجه تشارلي الجدة اللي رجعت للحياة بطريقة مرعبة وكان شكلها متشوه ومخيف، وكانت باصه له كانها عايزه تقتله. يهرب تشارلي بكل قوته ويتجه ناحيه اوضه كاتي، وبمجرد ما بيفتحوا الباب بيتصدموا لما يلاقوا كاتي طايره في الهواء. تهاجم كاتي تشارلي بعنف وتوقعها على الارض، وبعدها بتدفع داليا وبتوقعها من على السلم. وفي نفس الوقت تصاب ليسيا بالرعب لما تكتشف ان ابنها سيباستيان بقى تحت سيطره كاتي بالكامل وبيحاول يقتلها. تتصرف ليسيا بسرعه وتحقنه بمهدئ قوي يخليه يفقد الوعي في الحال. تهاجم الجده المرعبه داليا وتجبرها انها تبلع عقرب، وتحاول داليا تقاوم بكل قوتها وتضربها لحد ما تنجح بصعوبة انها تخرج العقرب من بقها. ويمسك تشارلي بداليا ويرجعوا بسرعة لأوضة كاتي ويطلب منها انها تردد تعويذة نقل الشيطان اللي شافوها في فيديو سمية. بتفهم داليا فورا ان تشارلي ناوي يضحي بنفسه علشان ينقذ بنته، هو عاوز يجذب الشيطان لجسمه هو بدل كاتي. ولما تهجم كاتي على تشارلي ينجح انه يثبتها ويمنعها من الحركة، وبتبدأ داليا تردد التعويذة، وفجأة بيتفتح بق كاتي ويتنقل الشيطان بنجاح لجسم تشارلي. بتقف ليسيا في صدمة كبيرة بعد ما تدرك ان جوزها ضحى بنفسه علشان ينقذها وينقذ اولادها. وبعد شهر بترجع كاتي لطبيعتها تماما وتبقى بخير وتقعد بهدوء في البيت. اما تشارلي فاصبح محبوس جوه تابوت ضخم ومحاط بالسلاسل، ويتضح ان داليا وليسيا هم اللي حبسوه علشان يمنعوا الشيطان اللي جواه من انه يأذي اي حد تاني. وفجأة بتستقبل داليا مكالمة من ليسيا وتقول لها ان عندها خطة محكمة لإنقاذ تشارلي وانها محتاجة مساعدتها علشان تنفذها. توافق داليا فورا وتقول لها قولي لي الخطة. وبعد كام يوم بنشوف سمية جوه جناح في السجن وهي متقيدة بقيود في السرير عشان ما تقدرش تعمل أي طقوس أو تحاول تهرب أو تأذي أي حد. وفجأة بتدخل ليسيا وتحقنها بمهدئ قوي يشل حركتها، وبتبص لها ليسيا في عينيها وبتقول لها أنا هنا علشان أعمل فيكي نفس اللي عملتيه في بنتي من سنين.
بتتصدم سمية وتخاف لما تفهم خطة ليسيا المرعبة. وفي اللحظة دي بتدخل داليا وهي بتزق تشارلي على كرسي متحرك بعد ما تم تخديره، وبتقفل داليا الباب بسرعة وتستعد إنها تردد التعويذة اللي هتخرج الشيطان من جسم تشارلي وتنقله لجسم سمية، وبعدها هيحبسوه جوه الصندوق للأبد علشان تواجه نتيجة كل أفعالها الشريرة. وبيخلص الفيلم.